في حلم قديم بيتقال عليه إسرائيل الكبرى، فكرة بتقول إن حدود إسرائيل مش هي اللي شايفينها النهاردة، لكن أكبر بكتير. من قبل قيام الدولة سنة 1948 مفكرين صهاينة كبار زي هرتزل وجابوتنسكي اتكلموا عن خريطة بتوصل من النيل للفرات. الكلام ده ظهر في وثائق وخطب تاريخية، وكان بيتقال إنه جزء من رؤية مستقبلية. لو بصينا على الواقع، من حرب 1948 لحد 1967 اللي فيها توسعت إسرائيل بشكل ضخم وصولاً للمشاريع الاستيطانية اللي ما توقفتش، هنلاقي إن الحدود بتتغير مع كل مرحلة. دلوقتي الفكرة ما بقتش بس عن أرض، لكن كمان عن نفوذ اقتصادي وسياسي، زي مشروع E1 الاستيطاني اللي بيربط الضفة بالقدس، أو العلاقات الإقليمية اللي بتدي إسرائيل مساحة أكبر للحركة. مشروع إسرائيل الكبرى مش مجرد شعار قديم، ده رؤية طويلة المدى بتتنفذ خطوة خطوة. والسؤال هنا، المنطقة مستعدة تفهم اللعبة دي قبل ما تبقى واقع كامل ولا لأ؟